اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير ومبسوطين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. النهاردة كده هشارك معاكم الكحك او كعك العيد بطريقة امي. فكروني صغيرة على عمايل الكحك والحاجات الكبيرة بتاعة العيد دي، لكن في النهاية ابهرتهم بجد بالنتيجة. هعرفكم كل التكات والاسرار اللي تطلع الكحكة كده متماسكة في نفس الوقت هشة وبتدوب دوبان اول ما نحطها ببقنا كده يا جماعة. فرق ما بين الكحك اللي هو بنقطمه كده وبيقرمش في البق، والكحك الناعم الدايب ده ان شاء الله هتعرفوه. والطريقه اللي انا هعملها معاكم النهارده انا متاكده انكم ما شفتهاش في اي فيديو تاني. طعم الكحك اللي انا هعمله معاكم النهارده بيرجعكم كده بايام زمان وايام الاجداد لما كانوا بيعملوا الحاجه بكل المكونات طبيعيه 100%. القشطه البلدي والسمنه الحلوه جدا. المقادير اللي انا هعملها معاكم كميه حلوه عائليه يعني، فانا هقسم لكم المقدار على 2 في صندوق الوصف. كيلو دقيق 2 كيلو او 4 كيلو دقيق، ده كله هتلاقوه تحت في صندوق الوصف بالكوب والجرام. وهنحتاج كمان سكر بودرة، والاهم في السكر نكون نخلينه كويس علشان بيكون كده فيه تكتلات محجرة. وهنحتاج للكمية اللي انا مستخدماها نص كيلو قشطة بلدي اللي هي قشطة السمنة البلدي. لو عاوزين تاكلوا بقى كحك كده طعمه جميل جدا وطعم بلدي تستخدموا القشطة دي علشان دي اللي هنعجن بيها. وعشان تخلوا ريحة الكحكة جميلة جدا استخدموا سمسم. ممكن نستخدم منكهات صناعية زي روايح الكحك وكده، بس انا بفضل ريحة السمسم في الكحك. وهنحتاج لتر من الحليب الدافي وخميرة بيرة. لو مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا الخميرة الفورية والبيكنج باودر. واخر حاجة مهمة عندنا هي السمنة او السمنة اللي احنا هنستخدمها في الكحك. عاوزاكم تختاروا نوع سمنة تكون جودته نظيفة جدا، يعني مش اي نوع سمنة تستخدموه خلاص. والسمنة مش بنسيحها واقول لكم ليه دلوقتي. اول حاجة بنجيب عجانة كبيرة كده علشان الكمية طبعا ما شاء الله كبيرة، فانا لازم احتاج حاجة كبيرة زي كده. اول حاجة كده بنحط السمنة، بعد كده السكر البودرة وبنخلطهم مع بعض لحد ما الخليط يتحول معاكم لكريمي. في ناس بتجيب السمنة وتسيحها وهي مغلية كده وتحطها على الدقيق وتفضل تقلب فيها. الكحك ليه طرق كتير، والطريقة اللي انا عاملاها معاكم النهاردة بنسميه كحك على البارد من غير ما نحط السمنة على النار ونستنى ان هي تسيح. لا، احنا بنحط السكر البودرة مع السمنة ونفضل نخفق فيها لحد ما القوام يكون كريمي زي كده. بس اهم حاجة تستخدموا نوع سمنة يعني جودته تكون كويسة جدا وريحتها تكون حلوة. ممكن تستخدموا السمنة البلدي بس اكيد يعني هتكلف معاكم كتير، والسمنة لازم تكون بحرارة المطبخ يعني تكون طرية معاكم علشان تقدروا كده تقلبوها مع السكر ويكون قوامها كريمي. ولو حاطين السمنة في التلاجة يفضل تطلعوها قبلها بوقت يعني ساعتين كده لحد ما تاخد حرارة المطبخ. ولو استخدمتوا السمنة البلدي بجد هتطلع معاكم خفيفة جدا. المهم في النهاية الخليط لازم يكون معاكم زي كده، السمنة مع السكر دابوا جدا واختلطوا وبقوا خليط واحد ولونها بقى فاتح. بعد كده هزود الدقيق، كمية الدقيق كلها هنزلها وهنبدأ نفرك بقى في الدقيق كده مع السمنة لحد ما يتشرب السمنة بالدقيق. انا عاوزاها زي ما بنبس البسبوسة بالظبط، كل حبيبات الدقيق لازم تتشرب بالسمنة اللي احنا عملناها. دلوقتي هضيف اخر كمية من الدقيق ونبدأ بقى نقلب كويس جدا. زي ما قلت لكم كل حبيبات الدقيق لازم تتشرب بالسمنة. ولو مستخدمين كمية كبيرة لازم تعجنوا في حاجة كبيرة زي كده، او لو متوفر عندكم عجان. وطبعا العجان مش بياخد الكمية دي، فاحنا محتاجين قوة كده في العجن وتكون ايدينا مستحملة الكمية اللي احنا بنعملها. بعد ما فركت الدقيق كويس بالسمنة بقى شكله زي كده. المفروض كنا نحط البيكنج باودر مع الدقيق لكن انا نسيت الخطوة دي، فهرش دلوقتي البيكنج باودر وهقلبهم مع بعض كويس. ولاحظوا معايا كده طريقة العجن ازاي، احنا بنجيبها على ايدينا كده ونفضل ندعك فيها كويس جدا. يعني انا عارفة ان ايديكم في الاخر هتوجعكم بالطريقة دي، بس في النهاية بجد يعني فرحة حلوة وفي نفس الوقت هتاكلوا حاجة قيمة جدا جدا مش بتعرفوا تشتروها من بره. شوفوا العجينة بقت عاملة ازاي، ناعمة قوي. بعد كده بقى هجيب الخميرة مع شوية كده صغيرين من الحليب
وهنقلبهم مع بعض لحد ما الخميرة تلاقوها كده بقت دايبة خالص. الخميرة البيرة محتاجة تقليب شوية عن الفورية. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من الملح وهنقلبهم كده مع بعض، المعلقة ما تكونش مليانة قوي، يعني معلقة ممسوحة. وبعد كده هضيف على الخليط ونقلبهم كويس قوي. مش لازم نعجن كتير، يعني بمجرد ان شوية الحليب والخميرة يتقلبوا كويس، لان احنا لسه هنضيف الحليب وهيحتاج عجن كويس قوي. بعد كده هزود السمسم. زي ما قلت لكم يا جماعة، لو انتوا استخدمتوا السمسم بدل ريحة الكحك الصناعية، اي روايح او منكهات للكحك بتدي ريحة جميلة جدا، وريحة السمسم المحمص لوحده كفاية يعني ان هو يخلي ريحة العجينة حلوة. قلبتهم كويس قوي. بعد كده هضيف اخر حاجة الحليب بقى الكمية كلها، ونفضل بقى نعجن. وطريقة العجن اللي انتوا هتشوفوها دي اكيد هتفكركم بقى بماما او جدتكم، الناس الكبار كده لما بيجوا يمسكوا الحلة الكبيرة دي ويقعدوا بقى يعجنوا، وممكن يشاركوا مع بعض علشان كمية العجين بتكون كبيرة. فبجد بتبقى يعني جو جميل قوي في البيت. انا فضلت اعجن فيها كده لحد ما دراعي بجد كان هينكسر. طبعا لو عاملين كمية كبيرة ما شاء الله لازم تحتاجوا مساعدة من اي حد حواليكم، يعني امي اقرب حد ممكن يساعدني. نفضل نعجن فيها كده لحد ما العجينة تكون زي كده متماسكة، كل الحليب اختفى فيها. واخر حاجة بقى بنضيفها هي القشطة. قليل قوي اللي بيعمل الكحك بالطريقة دي غير الناس اللي هم في الارياف، والكحك البلدي اللي انتوا تاكلوه بجد تقولوا هو ده الكحك، مش اي كحك تاني. بفضل اعجن في القشطة كده ونقلب من تحت لفوق. المهم القشطة لازم تيجي على كل العجين، يعني بايدينا ايد طالعة قدام وايد راجعة لورا علشان القشطة تتقلب كويس جدا. واكيد لو هتعملوا مقدار صغير جدا هتعملوا نفس الخطوات اللي انا بعملها بالظبط، يعني نفس ترتيب المكونات كده ما عدا البيكنج باودر بس اللي هنحطه مع الدقيق. عجنت فيها كويس جدا لحد ما يعني العجينة شوفوا بقت عاملة ازاي. خلاص كل المكونات اختفت وبقت ناعمة جدا، ولما تيجوا تضغطوا عليها كده مش بتلاقوها بتشقق. بجد العجينة طرية طرية جدا زي الملبن بالظبط. احلى كحك ممكن تدوقوه ان شاء الله لما تجربوا الطريقة دي. بعد ما خلصنا العجن خلاص هنسيب العجينة ترتاح مش تخمر، هترتاح لمدة يعني ربع ساعة كده، وبعد كده هنشتغل فيها على طول. بعد كده بقى على ما العجينة ترتاح هنجهز الحشوة، ويفضل تجهزوا الحشوة قبل ما تعجنوا علشان تلحقوا يعني تكوروا الملبن. انا هستخدم ملبن او حلقوم زي ما بيسموه في الدول العربية، واختاروا نوع يعني ملبن كويس جدا، مش اي نوع تستخدموه خلاص، لان الملبن ليه انواع كتير. في انواع بتسيح وتطلع من العجينة وتكون مش حلوة خالص، وفي انواع برضو بتكون ريحتها هادية جدا وريحة جميلة، والكحكاية كده بتفضل في الكحكاية متماسكة مش بتسيح. هقول لكم دلوقتي على طريقتين تكوروا فيها الملبن لقطع صغيرة من غير ما يلزق في ايديكم وتفضلوا كده متضايقين طول الوقت بسببه يعني. بنجيب الملبن ونرش رشة كويسة جدا من النشا. الدقيق ما يفضلش قوي في الملبن، النشا افضل. ونفضل نكور فيها زي ما انتم شايفين كده، بنلفها زي الرول، ومن عند الاطراف كده بنبدأ نكور كور صغيرة جدا ونلفها زي ما انتم شايفين كده. كده الملبن ما لزقش في ايدينا وفي نفس الوقت اتكور كويس قوي، والنشا مش بيغطي على طعمه ابدا. لو استخدمته دقيق هو ده اللي هيغطي على طعمه. الطريقة التانية ممكن نجيب زبدة او زيت. الزبدة يفضل علشان خاطر الطعم وتكون سايحة، وندهن بها ايدينا ونجيب كل قطعة من الملبن كده ونكورها، هتلاقوها برضو اتكورت وكويسة جدا. ممكن كمان نستخدم مع الملبن مكسرات مشكلة او فول سوداني مطحون زي ما انا استخدمت كده. قلبت بيه الملبن كويس جدا لحد ما بقى يعني معجون فيه. وبعد كده هجيب نشا وناخد قطعة كده ونحطها في النشا، حاجة بسيطة يعني مش هنغرقها كتير، ونكورها. او تدهنوا ايديكم زبدة زي ما قلت لكم في الاول. العجينة ما شاء الله بعد ما ارتاحت شوية بناخد جزء منها، مش بناخد الكمية كلها طبعا ونسيبها كده مفتوحة جنبنا، لا بناخد كمية صغيرة على الصينية او على الرخامة، ونفضل بقى نشكل فيها، والباقي بنغطيه علشان ما ينشفش. كده جهزنا العجينة وجهزنا حشوة الملبن او الحلقوم. ممكن تستخدموا حشوة العجوة بتجيبوها وتحطوا عليها الزبدة وتعجنوها وتكوروها وبتكون حلوة جدا. بجيب بقى العجينة هنبدأ نشكل في الكحك.
بنطبطب عليها كده، يعني بنضغط عليها شوية صغيرين. بعد كده بنعمل لها فجوة ان احنا ندخل فيها الملبن ونلمها على بعض، وبعد كده نكورها. ولما تيجوا تكوروها لازم تظبطوا شكلها كده ما يكونش مخرفش كده، لازم تكون ناعمة سطحها ملساء علشان خاطر لما نيجي نشكلها او نحط عليها الطباعة او البصامة. هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة كده. واحسن حاجة ان حد يساعدكم بقى، الاطفال الصغيرين طبعا بتكون لمة حلوة قوي في العيد. وانصحكم يا جماعة بجد يعني 100% ما تخلوش الاطفال يحطوا ايدهم في الكحك، ادوهم حاجة بسيطة كده يقعدوا يلعبوا فيها على جنب، لانهم بيطلعوا الاشكال فضائية ومش شكلها لطيف خالص خالص، بس بتكون بجد فرحة جميلة قوي. وكمان لو حابين تضيفوا حشوة العجمية بدل حشوة الملبن او العجوة ممكن تحطوها، بيكون طعمها جميل قوي. ويا سلام لو حطيتوا فيها مكسرات هتكون جميلة قوي. بعد ما خلصت الصجان ما شاء الله في 4 صجان غير اللي انتوا شايفينه دلوقتي، الكمية دي كلها عملت لي 5 صجان. هجيب البصامة او زي ما بتقولوها طباعة، او مثلا ننقش بالمنقاش. المهم البصامة بتطلع الشكل زي كده، ودي بتكون اسهل بصراحة. لكن موضوع التنقيش وان احنا نقعد ننقش في الكحك ده محتاج بقى يعني سهرة كويسة جدا كده وفرحة كبيرة قوي يعني لما بنيجي ننقش الكحك. ده بيكون شكلها في النهاية شكلها جميل قوي، يعني الكحك اللي احنا بننقشه بيطلع اجمل بكتير. هندخل بقى الصواني دي كلها على فرن يكون ساخن قبلها بربع ساعة، لازم يكون ساخن ودرجة الحرارة 170 او 180 بتكون وسط، بياخد لون من تحت. والمدة بتكون من 15 دقيقة اللي هو ربع ساعة ل20 دقيقة بالكتير. لو حابين الكحك يطلع معاكم لونه ذهبي قوي ممكن تسيبوه يعني 25 دقيقة 20. والكحك يا جماعة مش بنشغله الشواية ابدا، لا هي بتكون النار من تحت وهو يستوي بقى براحته. ولو عليتوا النار هيطلع معاكم ني من جوه. شوفوا قد ايه الكحكة يعني بتدوب ذوبان بجد، يعني بتتكسر وناعمة جدا. وانا بفضل بصراحة الكحك يطلع لونه فاتح عن كده. ولكن لو عاملين كمية كبيرة وهتخزنوها لازما تطلعوه غامق شوية علشان يستحمل معاكم فترة التخزين. بتقدموه بقى مع السكر بودرة، ممكن تسيبوه كده. عاوزاكم تجربوا الطريقة بتاعتنا في الكحك لانها بجد هتفكركم بايام زمان والاجداد، طعم البلدي الجميل جدا. كفاية بس اللي احنا حاطين فيها قشطة بلدي، تخيلوا كده الطعم هيكون عامل ازاي. شوفولي بقى يا جماعة من جوه شكلها جميل قوي وطعمها بجد ادمان يا جماعة. انا وانا واقفة كده كلتلي حوالي 5 أو 6، عاوز اللي يوقفني بجد. جربوها، ولو حبيتوا الفيديو حطوا لايك علشان الفيديو يوصل لناس كتير. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. باي باي.